الحقيقة الفاضحة حول باريس باكتاش ويغمر يوكسيل، والحقيقة الخفية حول جولوم باكتاش. مرحبا بكم أعزائي متابعو قناة الحاكمي، مرحبا بكم في القناة. جميع التفاصيل موجودة في أخباري. قبل الانتقال إلى الأخبار، لا تنسوا الاشتراك في القناة وفتح الإشعارات والضغط على زر الإعجاب. ترقبوا القناة. لقد اهتزت أجندة عالم المجلات مرة أخرى. كانت عاصفة كبيرة على وشك الانفجار في جبهة باريش باغداش ويوم يوكسيل، والذي كان الجمهور يتابعها عن كثب لفترة طويلة. وكان الشخص الذي أثار هذه العاصفة هو زوجة باريش السابقة جولوم باغداش. كشفت جولوم التي ظلت صامتة لفترة طويلة عن حقيقة هزت بعمق ليس فقط علاقة باريش ويغمر، ولكن أيضا التوازن بأكمله المحيط بها. لقد ظهرت قصة الحب المتقلبة بين باريش باغداش ويغمر يوكسيل في تغطية المجلة عدة مرات. كان الزوجان اللذان يذكران أحيانا بانفصالهما وأحيانا أخرى بمصالحتهما المفاجئة، يحاولان إعادة بناء علاقاتهما في الآونة الأخيرة، ومع ذلك انقلب كل شيء رأسا على عقب. باعتراف جولوم باغداش المفاجئ والصامت ولكنه قوي، ووفقا للادعاءات سربت جولوم معلومات مهمة لدائرتها المقربة، والتي كانت قد أبقتها سرا لفترة طويلة، والتي حدثت أثناء زواجها من باريس، ولكنها لم تشاركها أبدا. انتشرت هذه المعلومات بسرعة شفهيا، وتصدرت عناوين الأخبار مثل القنبلة. في قلب الادعاءات يوجد صدع في العلاقة مر به باريس باكتاش في الماضي، لكن لم يكن أحد على علم به. وتأثير هذا الصدع على الرابطة بين باريس ويغمر. كلمة جولوم باكتاش لم تجعل زوجها السابق فحسب، بل جعلت يغمر أيضا يشكك في موثوقيته. في قلب الفضيحة المذكورة يزعم أن باريس اتخذ بعض الخطوات العاطفية قبل فترة طويلة من انفصاله رسميا عن جولوم، وأن يغمر علمت بهذا الوضع لاحقا. ووفق لاعتراف جولوم، كانت بعض المحادثات السابقة والرسائل الخاصة وحتى الاجتماعات السرية التي أجراها باريس خطيرة بما يكفي لزعزعة أسس علاقاتهما. علم أن يغمر يوكسين أصيبت بخيبة آمل كبيرة بعد هذه الأحداث، وقطعت جميع الاتصالات مع باريس لفترة من الوقت. من ناحية أخرى اختار باريس الصمت بعد ما حدث، ومع ذلك ووفقا للمعلومات من أشخاص مقربين منه، فإن باريس مهتز بشدة ويخشى أن يؤثر هذا الحادث على مسيرته المهنية. بينما كان هذا يحدث، أصبح سبب حديث جولوم باكتاش موضوعا للفضول. بينما كان كل هذا يحدث، أصبح سبب حديث جولوم باكتاش موضوعا للفضول، ووفقا للبعض كانت مؤامرة انتقامية. لم تعد جولوم قادرة على كبت الاستياء الذي كانت تحمله لسنوات، وخاصة عندما بدأ باريس بالكشف علنا عن علاقته مع يغمر، فقد أثر هذا على جولوم عاطفيا وجعلها في النهاية تخرج عن صمتها. وهناك نظرية أخرى مفادها أن جولوم أدلت بهذا التصريح لحماية يغمر وليس باريس، ويدعي بعض أصدقائها المقربين أن جولوم تعتقد أن يغمر مرتبطة حقا بباريس وتحتاج إلى معرفة الحقيقة حتى لا تتأذى. ومهما كان السبب، فقد أصبح من الحقائق التي لا مفر منها الآن وجود خلاف خطير بين الثلاثة بعد هذا التصريح. وفي أعقاب الفضيحة انقسمت وسائل التواصل الاجتماعي عمليا إلى قسمين. فبينما أشاد قسم بشجاعة جولوم، وجد قسم آخر أن توقيت هذا التصريح محيل، وبحث عن دوافع أخرى وراء إعادة فتح الجروح القديمة. والتزمت يغمر الصمت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة، ولم تنشر أي منشورات أو تدلي بأي تصريحات، وهذا زاد من تأجيج الشائعات. والآن تتجه كل الأنظار إلى باريس باغداش. إنه لأمر مثير للفضول حقا، متى سيكسر صمته وكيف سيرد على هذه الفضيحة الفادحة. والأهم من ذلك، ما هي خارطة الطريق التي سيرسمها لعلاقته مع يغمر. بعد كشف جولوم باغداش، من الواضح أن الأمور لن تستقر بسهولة بين هؤلاء الثلاثة، ويبدو أن هذه الحادثة ستخلد في التاريخ كواحدة من أكثر قصص الحب مثلثية تعقيدا وإثارة في تاريخ المجلات. بدأت الأحداث التي أعقبت هذه الفضيحة الضخمة تصدم ليس فقط عالم المجلات، بل جميع منصات التواصل الاجتماعي. وبدأت صفحات المعجبين والمتابعين وخاصة المعلقين المعروفين بالتحقيق في الحادثة خلف الكواليس. وبينما فسر صمت يغمر يوكسيل على أنه أكبر مؤشر على تدهور حالتها، زاد امتداد
امتناع باريس عن الإدلاء ببيان من تساؤلات الناس، ويتساءل الجميع عن رد فعل باريس على هذه الأزمة. لكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو المعلومات الأخرى التي بحوزة جولوم باكتاش. فوفقا للشائعات التي تدور خلف الكواليس، تمتلك جولوم وثائق أخرى وحتى بعض التسجيلات الصوتية، وسرعان ما انتشرت شائعات مفادها أن جولوم قالت لأصدقائها المقربين هذه مجرد البداية، وأن كل شيء سيحدده موقف باريس. وإذا صح هذا فقد تكشف المزيد من الحقائق التي ستهز عالم الصحف الشعبية. من ناحية أخرى، كان البيان المقتضب الذي أدلت به باريس باكتاش عبر مدير أعماله لافتا للنظر. جاء فيه: نتوقع احترام خصوصيتنا، الصمت ليس ضعفا بل صبرا وحكمة. من جهة، فسرت هذه التصريحات على أنها تتضمن معلومات لجولهم، لكن هذه التصريحات لم تكن كافية لأحد. يأمل الجمهور في بيان أكثر صراحة ووضوحا وصدقا. وفي غضون ذلك، زعم بعض الأصدقاء المشتركين أن يغمر يوكسيل عانت من صدمة نفسية شديدة بعد هذه الفضيحة، وأرادت الابتعاد عن الشاشة أو المشاريع لفترة. وهناك شائعات بأنها قررت إيقاف مسيرتها التمثيلية التي ازدادت شعبيتها مؤخرا. ويقال إن صمت يغمر لا يرتبط فقط بالحب بل أيضا بالانفصال المهني. ومن التفاصيل الأخرى التي ظهرت بعد الفضيحة، منشورات جولوم باكتاش الغامضة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. لم تمر صورة بالأبيض والأسود نشرتها مع تعليق: الحقائق تظهر عاجلا أم آجلا، مرور الكرام على المتابعين المولعين. عززت هذه المنشورات مزاعم أن جولوم كانت تعد لهذه العملية خطوة بخطوة وبوعي وتخطيط. أضرت هذه الأحداث بالعلاقة بين باريس ويغمر ليس فقط عاطفيا بل أيضا بسمعتها. يقال إن الزوجين اللذين كان من المتوقع أن يشاركا في مشاريع إعلانية في المقام الأول، خاسر العديد من مشاريع التعاون بعد هذه الأحداث. كما أفادت التقارير أن مستشاري العلامات التجارية علقوا خطط حملتهم قبل أن تتلاشى الشكوك المحيطة بالزوجين.